السؤال الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. صحيح البخاري. يا شيخ الفاضل، ما معنى فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يفعل ذلك. صاحب الفضيلة الأخ نزار سأل عن حديث أبي هريرة عن الأئمة يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يقول: ما معنى فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم؟ هذا الحديث في الصحيح في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء يؤخرون الصلاة فصلوا معهم، فإذا صلوا في الوقت فلكم ولهم. نعم. وهذه في رواية أخرى: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. المقصود فلكم ولهم أي لكم ولهم الثواب والأجر لإقامة الصلاة في وقتها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى به، على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، وعلى الوجه الذي أمر الله تعالى به. نعم. أما فلكم وعليهم أي عليهم التقصير فيما قصروا فيه من إضاعة الصلاة، ولكم الأجر في موافقتكم لهم في الصلاة. لكن هذا لا يعني أن يصلي معهم إذا كانت صلاتهم قد تفضي إلى خروج الوقت أو يخرج بها الوقت، بل يصلي ثم يصلي معهم نافلة كما جاء ذلك في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فلكم ولهم أي الثواب والأجر في إقامة الصلاة، ذاك أنهم أدوها على الوجه الذي أمروا به. أحسن الله إليكم.